السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله هنتكلم في الحلقة النهاردة عن تحليل فوز ريال مدريد المهم جدا على إيبار 3-1 في الدوري الأسباني، علشان ريال مدريد يتساوى بعدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة ب29 نقطة، مع وجود أفضلية لأتلتيكو مدريد لأن لسه له مباراتين هيلعبهم. نبدأ الأول بتشكيلة الفريقين. إيبار بدأ المباراة بطريقة 4-4-2، الطريقة اللي بتعتمد على اللعب على الأطراف مع وجود 2 مهاجمين داخل منطقة الجزاء. بينما النهارده زين الدين زيدان بدأ المباراة بطريقته المعتادة 4-3-3، كورتوا في حراسة المرمى، رباعي الدفاع مندي، داني كارفاخال، فاران، سيرجيو راموس، في خط المنتصف الثلاثي كاسيميرو، توني كروس، والرائع لوكا مودريتش، وفي الامام فاسكيز، بنزيما، رودريجو. النهارده زين الدين زيدان بدأ الشوط الاول بضغط كبير جدا على فريق ايبار، قدر يترجم الضغط ده بهدف اول عن طريق كريم بنزيما اللي استغل كوره رائعه جدا من رودريجو وقدر يتقدم لريال مدريد بالهدف الاول في اللقاء. بعد الهدف الاول استمر ضغط ريال مدريد علشان يسجل الهدف الثاني، وفعلا من صناعه كريم بنزيما قدر لوكا مودريتش يسجل الهدف الثاني من تسديده رائعه جدا من على حدود منطقه الجزاء. بعد الهدف ريال مدريد ضغط بشكل اكبر اكتر واكتر، وضيع الهدف الثالث عن طريق كريم بنزيما اللي اهدر فرصه سهله جدا وحرم ريال مدريد من احراز الهدف الثالث. بعد مرور اول تلت ساعه بدأ فريق ايبار يعني يلمم اوراقه ويسيطر على احداث المباراه ونص الملعب، وقدر من هدف رائع جدا المهاجم كيكي يسجل هدف رائع لنادي ايبار في مرمى كورتوا، واحد من افضل اهداف الدوري الاسباني هذا الموسم ان لم يكن افضلها حتى الان. وبعد الهدف ايبار خد ثقه من خلال تقليص الفارق الى 2-1 وضغط على ريال مدريد، وكنا شايفين ريال مدريد نص الملعب انسحب منه، ما عادش كان بنشوف الضغط اللي كان بيمارسه ريال مدريد في بدايه اللقاء، ولكن قدر ريال مدريد يهرب بالشوط الاول الى بر السلام، والشوط الاول انتهى 2-1 لصالح الميرينجي. الشوط الثاني ايبار دخل بضغط كبير جدا من اجل احراز هدف التعادل، ولكن ريال مدريد والدفاع النهارده كان رائع في التصدي لهجمات نادي ايبار. النهارده زين الدين زيدان طلع في الشوط الثاني لوكا مودريتش ورودريجو، ونزل اسينسيو وفالفيردي علشان يمسك خط الوسط اكتر واكتر بوجود كاسيميرو جنب فالفيردي، وايضا توني كروس، وقدر لوكاس فاسكيز في الدقيقه الاخيره يسجل الهدف الثالث علشان يامن النتيجه لصالح ريال مدريد. النهارده عجبني في الريال اكتر من لاعب، طبعا على راسهم كريم بنزيما ولوكا مودريتش، ولكن ما ننساش النهارده الدور الرائع جدا لمندي في الباك الشمال اللي كل مباراه بيثبت لنا وبيثبت لجماهير ريال مدريد ولزين الدين زيدان ان هو واحد من افضل الباكات الشمال في العالم في الجانب الدفاعي، وايضا عنده واجبات هجوميه رائعه جدا شفناها النهارده، بيخترق اكتر من كره، خاصه الكره اللي عملها لرودريجو بشكل كويس جدا. كان ممكن رودريجو في منتهى السهوله يحط الهدف الثالث للريال، ولكن اهدرها بشكل غريب جدا. لو نروح لبعض احصائيات المباراه النهارده، الاستحواذ 66.4% للريال، بينما ايبار 33.6%. اجمالي التسديدات كانوا قريبين في هذه الاحصائيه، 11 تسديده للريال مقابل 10 تسديدات لايبار. التمريرات الدقيقه 544 للمرنجي بينما 219 لايبار. 84% نسبة التمريرات الناجحة للريال، ودي نسبة كبيرة جدا، بينما 71% لنادي ايبار. بالفوز ده زي ما قلت لكم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما ايبار في المركز ال14 برصيد 15 نقطة من 14 مباراة. وان شاء الله نتقابل على خير في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.